بصح هاد هي العدو ديالنا وهي اللي خصنا نحاربوها وما تخليناش نديروا التنميه. هادشي اللي بغاو يفهمونا وهادشي اللي يجيشوا عليه الجيوش، حتى ولينا ما تنعرفوش العدو الحقيقي ديالنا. قبل المستعمر ما يرسم هاد الخطوط الوهميه والحدود الوهميه اللي كرهت الشعوب بعضياتها وكرهت المسلمين ونساتهم انهم عندهم قران واحد ونبي واحد وانهم مسلمين، جمعهم الاسلام وفرقتهم الحدود والسياسه. هادو وليدي ملي كانوا في الاستعمار، وهادو ملي كانوا في الاستعمار كانوا تيمدوا بعضياتهم بالسلاح وبالمقاومين وبالاطعمه، لا كانوا محتاجين بجوجهم وكانوا اخوه. وهنا كاين العم ديال هادو والنساب ديال هادو والخوت ديال هادو، ولكن جاو رسموا لنا واحد الخطوط وهميه. داك اللي كان تيرسم وتيتفنن فينا وداك المستعمر اللي كان قوي في ذاك الزمان كان تيرسم، لو انه رسم بحال هكا الخط غير دارو بحال هكا غيولي هذا العدو ديال هذا. فنسينا العدو الحقيقي ديالنا اللي فرق بين المسلمين جمعاء وخلى بيناتهم واحد التفاتف اللي نوضوا عليها المشاكل. هذا هو الحقيقه المر اللي مبغاش يعرفها الانسان. فاحنا العدو ديالنا الحقيقي اللي ما خلاناش نكونوا مزيانين وتيوهمنا ان النجاح ديالنا والفلاح ديالنا هو اننا نعاديو بعضياتنا، ما عرفناش شكون هو. خصنا نقلبوا عليه باش نلقاوه السي صفوان. وإسرائيل. نعم الاسرائيل والاعداء ديالنا هادو هما الاعداء الحقيقيين اللي حنا مازال ما بغيناش نفهموها. ولكن العدو ديالنا اللي قبل من اسرائيل ولدي هما المنافقين اللي تيعيشوا في هاد الدول وتتمعشوا على المشاكل وتتمعشوا على الكراهيه ديال بعض المسلمين الى المسلمين. هذا هو العدو الحقيقي ديالنا اللي خصنا نعرفوه ونصنفوه باش نعرفوا النجاح ديالنا المستقبلي فين غادي يكون.